من غير ما اقول اسماء ومن غير ما ندخل في التفاصيل، انا كنت مترددة قوي قبل ما اعمل الفيديو ده، بس حاسة انه حق عليا واني لازم اقول اللي عندي. في العقيدة في حاجة اسمها حق العلماء ورجال الدين، ومن حق العلماء ورجال الدين ان احنا نكون بنحترمهم وبنوقرهم وما بنعاملهمش كعامة الناس وما بنمسك لهمش على الغلطة وما نكونش بنتصيد في اخطائهم. فنوع الفيديوهات اللي زي ان احنا نجيب فتوى لعالم ونقول انه طالما in public ومفيش feeling يبقى why not على حاجة هو قالها، حاجة هو افتى بيها، فده مش صح. مش هتكلم في حلال وحرام عشان انا مش اهل ده، بس هقول انه مش صح. انا عارفة وفاهمة نية وقصد كل حد، وان الناس عندها حمقى على دين وان هم غيرانين على دينهم، لكن بلاش نخلي الحمقى دي تودينا في حتة غلط. طيب هنفترض ان رجل الدين او العالم ده بيقول حاجة احنا مش مقتنعين بيها، او مش هقول ان احنا شايفينها غلط عشان هتكلم عن ده دلوقتي تاني، ان احنا مش اهل ان احنا نشوف الغلط والصح، بس خلينا نقول ان احنا مش حاسينها ومش قلبنا مش مرتاح للفتوى دي. بنعمل ايه؟ بهدوء جدا جدا بنسيب العالم ده كأننا ما سمعناهوش، وبنروح لعالم تاني او لحاجة تانية احنا بنثق فيها وناخد منها الفتوى بتاعتنا، لكن من غير ما نشتم حد ومن غير ما نهين حد، علشان الشتيمة والإهانة في عالم واحد مش بس بتطوله هو لحاله، لكن هي بتطول المنظومة ككل. دلوقتي منتشر جدا الشتيمة في الشيوخ وفي الدعاء، وحتى يعني اكتر حد الناس متفقة عليه بيتشتم برضو مش هقول اسماء، بس كلكم عارفين انا بتكلم على مين اكيد. فمش كل حد مش هيعجبنا الفتوى بتاعته او مش هيعجبنا رأيه نشتم فيه. كلكم شايفين قد ايه الشتيمة دلوقتي زادت، ومش على اشخاص بس، لا كمان على الازهر وعلى دار الافتاء وعلى اي حاجة ليها علاقة بالدين، والتشكيك بقى في كل حاجة. فده كله نتيجة لإيه؟ نتيجة لأن احنا بقينا بنستهون بأن احنا نشتم العلماء بتوع الدين أو رجال الدين، وأن احنا نستهزأ بكلامهم، وأن احنا نعاملهم كعامة الناس. الحاجة التانية، الشيوخ اللي أنا بتعلم تحتيهم في الأزهر، فقبل المحاضرات أو التعريف بالمحاضرة لازم بيعرف نفسه وبيقول هو درس ايه، علشان المتلقي منه يكون عارف هو بيسمع لمين. وكمية الدراسات اللي الشيوخ الصغيرين بيدرسوها مش طبيعية، بجد مش طبيعية، كتير كتير. احنا العامة ما نقدرش عليها، مش ما نقدرش عليها عشان بستقل بينا، بس هي فعلا كتير جدا، محتاجة عمر علشان نقدر ان احنا نوصل لهم. انا كده بتكلم عن الشيوخ اللي هم المبتدئين، او مش المبتدئين، اللي هم لسه بيسموا نفسهم انا طالب علم دارس كمية حاجات علشان يقدر ان هو يطلع ويتكلم عن الدين، حاجات كتير قوي 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 قوي. فما بالكم بقى بعالم في الدين، سواء انت رضيت او مرضتش، هو عالم في الدين بغض النظر عن احنا بنحسله ايه او احنا بنشوف آراءه عاملة ازاي، بغض النظر عن كل حاجة. طيب في علماء سوء؟ طبعا في علماء سوء، والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا منهم. طيب العلماء السوء دول بيكونوا ايه اللي بيخليهم علماء سوء؟ يا اما ان هم بيفتوا بدون علم، وده زي ان انا مثلا درست لي كام حاجتين 3 4 اطلع اقول فتاوي للناس من غير علم وانا علمي ضعيف. الحاجة التانية ان يكون بيتبعوا هواهم، واحنا مش هنقدر ان احنا ندخل في نية الناس، مش هنقدر ان احنا نشوف العالم ده قال كده علشان هو بيتبع هواه وعايز الدنيا تبقى بايظة ولا لأ. والرسول عليه الصلاة والسلام برضو قال لكل مجتهد نصيب، يعني العالم لما بيجتهد في فتوى ان هو يخرج فتوى، الله اعلم بنيته ايه، بس طالما نيته سليمة يبقى هو ليه نصيب. لو اخطأ في الفتوى دي فليه اجر، لو اصاب ليه اجران. احنا مش اهل ان احنا نقيم فتاوي، علشان نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم في حاجة زي كده. فاحنا محتاجين نكون حافظين القرآن الكريم، محتاجين نكون حافظين الاحاديث النبوية، معانا شهادة كبيرة في اللغة العربية، عندنا دراية كافية جدا بالتاريخ، وحاجات تانية كتير قوي مش موجودة عندنا. لو عايزين تعرفوا قدرنا ايه في الحاجات دي كلها، اسألوا نفسكم سؤال واحد بس: الوضوء والصلاة، هل احنا عارفين احكامهم؟ هل احنا عارفين السنن بتاعتهم من الشروط بتاعتهم؟ احنا عارفين الحاجات دي؟
مش كتير هيكونوا عارفين ده، انا متأكدة. اعملوا سيرش بالمرة وشوفوا المعلومة دي. بس في العموم ما تشتموش رجال الدين، عشان ده مش بيأثر على فرد، ده بيأثر على الأمة كلها. الناس ما بقاش عندها اي مصداقية ليهم، مفيش حد بقى مصدق اي حد مكتوب قبل اسمه شيخ. ناس كتير ما بقتش بتصدق اي حد لمجرد ان هو لابس لبس ازهري. انا عارفة ان حمقتكوا على الدين، بس قبل ما تعملوا بوست، قبل ما تعملوا ريبوست، شوفوا ده ازاي هيأثر على الدين. مش عارفة قدرت اوصل اللي انا عايزة اقوله ولا لأ، بس يا رب اي حد يفهمه يحاول ان هو يتكلم فيه مع اللي جنبه عشان الموضوع ينتشر، علشان حقوق العلماء حاجة مهمة جدا جدا جدا. وفعلا ما ينفعش ان احنا نتعامل مع العلماء زي ما بنتعامل مع عامة الناس. ما ينفعش ان احنا نشتمهم، ما ينفعش ان احنا نكون بنشكك في اي حاجة واحنا اصلا مش على علم بالحاجة الصح. وربنا يهدينا وينور لنا بصيرتنا.